لو عايزة تعملي سمك بتتبيلة وريحة وطعم مختلفين وكمان الحشو مختلف، يبقى لازم نتفرج على الفيديو ده. وده السمك البوري وسمك ماكريل، انا بجيب نوعين للي حابب، وببدأ ان انا انشفهم كويس جدا بعد غسلهم طبعا بالمية والملح والخل والليمون. وبعد كده بجيب التتبيلة عبارة عن راس من الثوم وكزبرة خضراء وبقدونس وكرفس، وعندي طماطم وعندي فلفل حار وعندي ليمون متقطع حلقات وفلفل كمان احمر حار. بحط كل المكونات اللي عندي في الكبة بتاعتي. حطيت كزبرة ناشفة وحطيت كمان شوية من الكمون، فلفل اسود، وهحط كمان شوية من البابريكا وكمان بضيف عليه شوية من الخل. ببدأ اطحن كل المكونات دي كلها مع بعض وبضيف كمان الملح. بعد ما بطحنها كلها مع بعض بتطلع بالمنظر اللي شايفينه ده. ببدأ احط عليه تاني شوية من الكزبرة الخضراء وشوية من الكرفس وشوية من الطماطم صغيرين جدا، وباخد جزء من الكمية دي بشيلها عشان ده اللي هضيفها على السمك لما يطلع من الشوي. اما الكمية المتبقية دي اللي هتتبقى في الطبق دي اللي هبدأ ان انا احشي بيها السمك بتاعي. طبعا بجيب السمك بتاعي بعد ما بغسله كويس جدا واجففه بالمناديل الورقية، ابدأ احشيه بالخلطة دي. هبدأ ان انا اغطي السمكة كلها بالمنظر ده. بجيب الجمبري الصغير بضيف عليه نفس التتبيلة اللي انا ضفتها على السمك، ببدأ احطها على النار مع شوية من الزيت اشوحهم. هنبدأ نحشي كل السمك بالمنظر ده. نبدأ نلف الخيط على السمكة بحيث يبقى كل المكونات جواها ما تبدأش ان هي تسيب، وابدأ احط عليها بعد ما بلفها بحط عليها الردة معاها شوية من الملح وبغطيها كويس جدا. هنسخن طاسة على النار او اي جريل عندك ونحط فيه شويه من الزيت صغيرين قوي نمسح بيه اللي هو الجريل، ونبدا نحط السمكه بس تكون على نار عاليه. وزي ما انتم شايفين انا حطيته كله مع بعض. بسيبه لما بحس ان هو بدا يحمر من تحت بقلبه بالمنظر ده. بعد كده بكون محضره التتبيله اللي انا خدت نصها في اول الفيديو، بحط عليها ليمون مره تانية وشوية من الملح، وابدأ احط عليها كوبايتين او كوباية ونص من المية حسب كمية السمك، وابدأ اقلبهم كويس. واول ما بيطلع السمك شرطا وهو ساخن ببدأ ان انا احط عليه التتبيلة الجميلة دي، بيبدأ يتشربها ويبدأ يبقى طعمه في منتهى الجمال. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهاردة وتقدروا تعملوا السمك في البيت. ولو عايز السمك ان هو ما يعملش ريحة معاكي حط عليه شوية من الزيت وانتي بتشويه. اتمنى اشوفكم الفيديو الجاي على خير، وتكونوا دايما بصحة وعافية. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.